اهلا وسهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله يكون فيديو جديد في القناه. طبعا انا عارف مكان تصوير جديد، قلت بقى بما انه فيديو جديد فاعمله في مكان تصوير افضل يعني. النهارده طالع اقول لكم على اكتر حاجه انا لاحظتها، واكتر حاجه هتوريك الفرق بين الناجح والفاشل في جمله واحده بس. يمكن اتقالت في الكتب بس انت ما خدتش بالك منها، او انت ما استوعبتهاش بالطريقه الكافيه. النهارده هعرفها لك ببساطه شديده. عايز الناس تحترمك والناس تهابك وتشوفك، مش بالضرب ومش بالخناقه ومش بالقوه، ولكن انك تعمل حاجه اغلب الناس مش بتعملها، انك تعمل حاجه اغلب الناس مكسلين يعملوها. واديك مثال وبالدليل وانت كمان عملتها. ليه انت يعني انت ليه مثلا لو قابلت شخص رياضي او شخص جسمه حلو ليه بتحترمه كده مع انك عمرك في حياتك ما اتكلمت معاه؟ ليه بتحترم شيخ الجامع؟ ليه؟ لان الناس دي لو انت ما بتصليش مثلا، هنفرض انك ما بتصليش، فشيخ الجامع بيعمل حاجه انت ما بتعرفش تعملها فبالتالي هتحترمه. تمام؟ الرياضي بيلعب رياضه وانت مكسل تلعب هتحترم الرياضي. فاهم؟ مع ان انت لا تعرفه ولا نسبته ولا اتجوزته ولا اي حاجه، يعني انت ولا تعرف عنه اي حاجه اصلا. فاهم؟ اتجوزته يعني عشان لو انت واحده ست اللي بتتفرج، يعني عشان ما الكلام بس ما يروحش بعيد. تمام؟ ليه انت بتحترم مثلا اليوتيوبر المجتهد اللي بينزل فيديوهات باستمرار؟ لان هو بيعمل حاجه انت بتعملهاش. عايز تنجح اعمل انت حاجه اغلب الناس اللي حواليك ما بيعملوهاش. انا النهارده جاي اجري في النادي وجاي اتدرب وبفضل الله انا دي عاده مستمره عليها. انا لو وريت لك النادي شكله مرعب، مفيش حد بيجري. تمام؟ فبالتالي انا بقى ليا افضليه على الناس، بقت ليا افضليه عليهم، بقت احسن منهم. ليه؟ لان بعمل حاجه اغلب الناس ما بيعملوهاش. فاهم؟ لو بتصلي في ناس كتيره ما بتصليش، فبالتالي الناس كتيره دي تحترمك حتى لو ما يعرفكش. فاهم؟ عشان كده اول فيديو قلت لك الاحترام مش شرط يبقى بفلوس ولا مش شرط، ممكن بحاجات بسيطه زي دي، حاجات اغلب الناس ما بيعملوهاش تخليك ليك قيمه في حاجات كتير قوي. وبس. بس يا شباب دي كان الفيديو بتاع النهارده، يا ريت تنزل تشترك وتحط لايك، والسلام عليكم، باي باي.